والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وهجرة أو انتقال يعني باركرنا من بلد الشرك إج بلد الشرك إلى بلد الإسلام تبتشي بال بلد إسلامي. وبلد يعني باجرة. ومعنى هجرة يش هجر هادي، وهجر يعني ترك كرنا تشتكي ترك بك مش أخذبونا مدبيجن بجا أوا مروف دمي نش الديني خب ريفا ببت هنگي فرض سر مروف بچت بول بلد إسلامي با بلد إسلامي كيشكا أوا يبانك لبدانه نویش لبین کرنه خطبه لبین خواندنه و جشن لبین کرنه بصرمانه. وهي فريضة على هذه الأمة. وهي يعني بحث هجرتك فريضة فرضة على هذه الأمة سرفي أمتها هني چتش فرضة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام يعني تو هجرت بكي اش بلد الشركة باجر الشركة تبچي بال باجر إسلامي با. وهي باقية اف هجرتها هني باقية يعني ماي حتى كانجي إلى أن تقوم الساعة حتى قيامة رابط تقوم الساعة الفيري يعني قيامتها هندي قيامتنا رابي هجرتها رهي. والدليل قوله تعالى دليل قدنا خد تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. إن الذين هنديك أو كسنة بحثوانا أوت هجرت نكرين توفاهم يعني أوت مرين وملائكة رحتوان استاندين أوانا چكري ظالمي أنفسهم كو ظلم النفس خاكر بوچه ظلم النفس خاكرين كو هجرت نكرين باجر الشركة نهلاين بچنبال باجر إسلامي با. ملائكة دي بجنوانا قالوا فيما كنتم وچتكر وبوچي هجرت ندكر اوه هذه چه بجن اوه هجرت نكرين قالوا كنا مستضعفين في الأرض دي بجن ام هنده مروف بين مستضعف بين يعني بيچاره بين لاواز بينت عرده دا مشيان نبين ام بچن ملائكة دي بجنوانا قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. أري باشا معرض خود تعالى نبر فرها واسعة بر فرها فتهاجروا فيها كو هجرت دا كربا ديف دا خود تعالى بجد فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا بجد اف مروفتها اوت هجرت نكرين كو باجر الشركين نهلان والقل پیغمبرش مكه نچون مدينة جهوانا جهنم وساءت مصيرا كو بيسترين جهة مصير يعني دماغی که بشری که مصير چتشته اجا مصير وانا دماغی که وانا جهنم و پیسترین جهه بله با خود تعالی جيك جدا کرد يعني هندك تين شيان نينن هجرت بكن او خود تعالی دلوان بورد وكي خود تعالی بجد إلا المستضعفين بجد او تنبن اوت بچاره يعني اوت لاواس اشكي من الرجال الظلامة والنساء الجنكا والولدان الجبتيكا لا يستطيعون إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا
يعني أفيت هني چريك بخوانات ديتن ريقنات ديتن أبريقنات كاتن هروصا ولا يهتدون سبيلا وبريك جينا كفن كادتشا قصدا مدينة كن سبيل الفير بحثا ريكا مدينة يعني وان شريك نبين بچن بخوا بي قصدا مدينة بكن چنكي بي چاره بين و بچيك بين يان نساغ بين يان هر أسبابك دي هبت وجو أفتاني يد خدان عذر خد تعالى بجد فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم بجد أفتاني خد تعالى دلوان بورد وكان الله عفوا غفورا هنديك خد تعالى عفوا يعني ديوان عفيك دلوان بورد غفورا وهروصا دي قلنا هتوانجي جيبت آنكو أفمرو بتا هيفي هيا خد تعالى لوان ببورد هروصا خد تعالى بجد يا عبادي الذين آمنوا يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون خد بجد يا عبادي الذين آمنوا يا عبد من الذين آمنوا أود وباوري إناي إن أرضي واسعة بجد هنديك عرض منه يبرفرها آنكو هكر الجهة تنشياتو عبدين خود تعالى بكي تو يبتني بارسي خود تعالى بجد عرض من برفرها فإياي فاعبدوني بجد فيجا مبتني بارسة آنكو عبدين يا من ابتني بك قال البغوي رحمه الله إمام بغوي كمفسرة رحمه خد السربت أدبج سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان بجد سبب نازل بنا في آياتهن في المسلمين بو بصرمانا الذين في مكة أول مكة لم يهاجروا هجرت نگرين بو مدينة چنكي صحبتا هنه همي هجرت اوا كو پیغمبری هجرت کرش مكة بو مدينة وجا ناداهم الله باسم الإيمان اوه هجرت نگرين خود تعالى ناداهم يعني غازيوان كر ابناو إيمانه چنكي قد يا عبادي الذين آمنوا يا او عبد من اوت وباوري إيناين والدليل على الهجرة من سنتي دليل السر هجرته السنة پیغمبر عليه الصلاة والسلام هر وقت حديث دهاتي كو پیغمبر بيجد عليه الصلاة والسلام لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة پیغمبر بيجد عليه الصلاة والسلام هجرت نا قطع کرنه حتى توبه بتا قطع کرنه آنکو چه گاوا توبه نما هنگی هجرت ناميند و پیغمبر بيجد عليه الصلاة والسلام ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها و پیغمبر بيجد عليه الصلاة والسلام و توبه نا قطع کرنه حتى تطلع الشمس من مغربها حتى تطلع يعني در كفت شمس من مغربها طاف در كفتش آل غربه مغرب بحثا غربت كد نوكش شرق در كفت طاف چه گاوش آل مغرب در كد هنگ بزانه توبه دينا تقبل کرنه و گل گاوا توبه نه تقبل کرنه هنگ هجرت جي نامينت ده قيامت